عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. هنعمل بوري مشوي في الفرن من غير دخان ومن غير حاجة. غسلته كويس وفتحته كده من زي ما انتوا هتشوفوا، وطبعا ما شلتش القشر اللي بره. ومعايا بقى بصل وفلفل وطماطم وجزر وشوية من الخضرة، ومعايا كده عصرة ليمونة وملح وفلفل اسود وكمون. هخلطهم كلهم مع بعض وهنحشي السمك زي ما انتوا هتشوفوا كده. بجد تحفة وخطير ومطلعش ريحة، وانضف واحسن من بره. نفس الصينية كده هحط شوية من الردة اللي هي نخالة الدقيق، ولازم السمكية تكون مندية شوية عشان لما احطها في الردة الردة تمسك فيها. ومش هنكتر في السريع عشان ما تتحرقش في الفرن. طبعا انا مشغله الشوايه من قبليها بحوالي 10 دقايق عشان الفرن يبقى سخن، وهحطها تحت الشوايه بالظبط. بصوا هسيبها بقى لما تستوي خالص، مش هاجي جنب منها عشان ما تلزقش. بصوا بتطلع بكل سهوله ازاي. ودي لسه ما استوتش شويه، هسيبها زي ما هي لحد ما تستوي. هقلب السمكتين التانيين وهحطها كده تحت الشوايه، ونعمل بقى الخلطه: توم وملح وجزر وفلفل وشويه من الخضره وكمون، وحطيت شويه من الشطه وشويه من الكزبره. وهزود بقى كده شويه ميه، والميه دي كانت بقيه البرطمان بتاع الثوم. هقلبهم كويس وهشوفها كده محتاجه ملح ولا لا. واول ما يطلع السمك كده هنزل عليها بالخلطه دي، وهغطيه بالورق الفويل عشان يفضل سخن كده ويتشرب من التتبيله دي. بصوا بقى الجمال، بجد تحفه وخطير، ومش هياخد معاكي 10 دقايق في الفرن. بصوا الجمال، وابيض وزي الفل ومستوي مفيهوش اي حاجه، وعامله شويه رز ولا يا ولا. بجد كان خطير وتحفه. يا رب الوصفه تعجبكم.